قد يكون هذه مفاجأة بالنسبة لك طبعا لأنك حنبلي، ولو كنت في العقيدة سلفي. مع الدليل يا شيخ. ما كويس، الحمد لله، ذلك ما نبغي. لكن أنا ما اتهمتك بأنك لا تمشي مع الدليل، أعطي بالك، إنما أنا قلت الواقع أنك حنبلي. تقدر تنفي هذا؟ لا يا شيخ، هذا هو. لذلك الله يجزاك خير يا شيخ. تسرعت علي لما قلت أنت مع الدليل. أنا ما اتهمتك، لكن أنت تجمع الآن بين شيئين، وهذا واجب كل طالب علم أن يكون حنبليا مع طلب الدليل، أن يكون حنفيا مع طلب الدليل، أن يكون مالكيا مع طلب الدليل، وأن يكون شافعيا مع طلب الدليل، وليس كما يتوهم كثير من إخواننا السلفيين الهوج أنه إيش يا أخي حنفي وشافعي ومالكي والى آخره، قال الله قال رسول الله. قال الله ورسول قال رسول الله يحتاج إلى تهيؤ لذلك. فإذا وجد هناك، هذا مذهبي، إذا وجد هناك جو يشبه جو السلف، لا مذهبية هناك وإنما قال الله قال رسول الله، ما يجوز أن يكون هذا حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي أبدا. لكن الواقع هذا المجتمع مفقود غير موجود، صح ولا لا؟ إذن فأنا أفهم أنك أنت وغيرك حنبلي المذهب ولا مشاهدة في ذلك. وإذا قلت لك أنت حنبلي ليش عيرت نفسك بهذه النسبة؟ هذا واجبك. لكن إذا كنت حنبليا مقلدا تقليدا أعمى على خلاف الدليل، هنا يأتي الانتقاد وما انتقدتك. جزاك الله خير.